السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناة مانياس كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير كيك تيجي رائع سهل وسريع في التحضير، تيجي لذيذ، تقدروا ديروه في اعياد الميلاد وكذلك في المناسبات. تنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وندوزو باش نشارك معكم المقادير وطريقة التحضير. هنا خديت واحد الاناء، درت فيه 2 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. غادي نزيدو عليهم 120 غرام ديال سكر سنيدة او سكر حبيبات، واحد الساشي ديال الفاني اللي تقدروا تعوضوها بمعلقه صغيره ديال الفاني السائل. غادي نزيدوا عليها واحد شويه ديال الملح، تقريبا واحد راس معلقه د الملح، غير شويه لتحسين الذوق. من بعد غادي نطربوا هاد العناصر بالطراب الكهربائي لمده 3 حتى 4 ديال الدقائق حتى تشوفوا هاد البيض تبدل اللون ديالو ولا الشكل ديالو على شكل كريمي كما هاد الشكل هذا، تيولي اللون كريمي وكذلك الشكل ديالو تيولي على شكل كريم كما هو موضح في الفيديو بهذه الطريقه هذه. ولهذا ضروري البيض يكون بحراره المطبخ، ما ديروش مباشره من الثلاجه. من بعد غادي نزيدوا عليه 120 غرام ديال الدقيق الابيض، وغادي نزيدو كذلك معلقه صغيره ديال خميره الحلويات او البيكين باودر. من بعد غادي نطربوا اسمحوا لي غادي نجمعوا هاد العناصر بشي سباتول بهاد الطريقه هذه من الفوق للتحت، وحنا تنجمعوا الدقيق حتى تينسجم لينا مع باقي المقادير. حاولوا ديروا هاد الطريقه هذه باش ما تنزلش معكم يعني القوام ديال الكيك. بهذه الطريقه هذه انا راه مسرعه الفيديو، نتوما بشويه بشويه حتى تدخلوا الدقيق مع جميع العناصر. من بعد خديت واحد المول ديال القطر ديالو 20 سنتيمتر، درت ليه الورق ديال الفرن وغادي نديرو فيه الكيك بهذه الطريقه هذه. الا ما بغيتوش ديروا الورق الفرن تقدروا ديروا الزيت والدقيق كما تنديروا عاده الكيك. من بعد خبطوه واحد شويه باش يخرج داك الهواء اللي فيه، وغادي ندخلوه الفرن على درجه حراره 170 درجه لمده 20 حتى 25 دقيقه. حاولوا ديروه في الوسط ديال الفرن واحترموا ليه التوقيت، يكون النار ما تكونش مجهده بزاف باش طيب معكم الكيك زوينه وتجي طايبه مزيان من التحت ومن الفوق كما شفتوا هنا. من بعد ما جبدناها هذا هو الشكل ديالها، تجي طايبه مزيان. غير احترموا الطريقه وكذلك التوقيت ديال الفرن. صافي من بعد ما خليناها حتى بردات مزيان غادي ندوزو باش غادي نقطعوها على 3 ديال الدوائر او 3 ديال لي سيركل بهذا الشكل. من بعد غادي نحطوها على جنب وندوزو باش نصاوبوا لا كريم اللي غادي نمونطيو بها الكيك. صافي كما شفتوا هنا بعد ما قطعنا على 3 ديال لي سيركل غادي نخليوها على جنب، وغادي ندوزو نصاوبوا لا كريم اللي غادي نحتاجوا ليها 400 مليلتر ديال القشده الطريه اللي تكون من الثلاجه، يعني تكون بارده. خليوها ليله كامله في الثلاجه قبل ما تطربوها. وانا هاد لا كريم راه عندي فيها السكر، يعني في لا كريم فيها السكر. الا عندكم لا كريم اللي ما فيهاش السكر ديروا 400 مليلتر ديال لا كريم وزيدوا لها معلقه كبيره ديال سكر كلاصي عاد طربوها مزيان. صافي هنا من بعد ما طربناها مزيان زدنا عليها 100 غرام ديال فيلادلفيا او اي فروماج عندكم من هذا النوع. كذلك غادي نزيدوا عليها 200 غرام ديال النوتيلا. تقدروا تستعملوا اي شوكولات عندكم ديال الدهن، يعني في هذا الكيك ماشي ضروري نوتيلا. صافي غادي نطربوا مزيان هاد العناصر حتى تنسجم لينا لا كريم مزيان بهذا الشكل. من بعد غادي ناخذوا السيركل الاول غادي نديروه في واحد الطبسيل يعني اللي غادي نقدموا فيه الكيك. غادي ندهنوه بالحليب بهذا الشكل هذا. حاولوا تدهنوه مزيان باش تشرب ديك الكيك مزيان وتجينا رطبه فاش غادي نكملوها ان شاء الله. من بعد غادي ناخذوا شويه ديال لا كريم، غادي نطلقوها بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لا كريم انا قسمتها على 3 الاجزاء. الجزء الاول غادي نديروه فوق السيركل الاول بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نديروا السيركل الثاني وحتى هو ندهنوه مزيان بالحليب، وغادي نديروا الجزء الثاني ديال لا كريم غادي نطلقوه بهذه الطريقه. من بعد غادي نزيدوا السيركل الثالث بهذا الشكل هذا ونديروا الباقي ديال لا كريم اللي انا غادي ندهن به، يعني الجزء الثالث غادي ندهن به لا كريم وخليت شويه كذلك للتزيين. صافي هنا غادي نحاولوا نطلقوا مزيان لا كريم على الكيك بهذا الشكل هذا. حاولوا تقادوها بشي سباتول يعني بالادوات اللي خاصه بالكيك حتى تطلق معكم مزيان وتدهن مزيان من الجوانب وكذلك من الفوق. من بعد حاولوا تنظفوا هذاك. هنايا انا تنحاول ننظف داك الطبسيل اللي حنا درنا فيه الكيك من ديك لا كريم اللي تتكون في الجوانب، وغادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نزينوها.
انا درت هاد الطريقه هذه في التزيين، نتوما تقدروا ديروا اي طريقه بغيتو. صافي هنايا خديت هاد البوق هذا وتنحاول ندير هنايا على شكل وريضات بهذا الشكل هذا، وغادي نديرهم كذلك من الجوانب ديال الكيك من الاسفل، وغادي ندخلوها للثلاجه لمده 2 حتى 3 ديال الساعات. غادي نجبدوها باش نزينوها. صافي هنا من بعد ما دازت 3 ديال السوايع تقريبا جبدتها من الثلاجه. ديروها غير في الثلاجه يعني ماشي في المجمد. درت لي هذيك الفيرميسيل يعني الشكلاط ديال الفيرميسيل اللي تنزينوا به الكيك من الوسط، وكذلك خديت هاد زمارتيس زينت بها كذلك من الفوق بهذا الشكل هذا. درت الوان مختلفه، وكما شفتوا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما وجدات. تتجي زوينه بزاف، تتجي رائعه، وخاصه الوليدات في عيد الميلاد غادي تعجبهم على ودات فيها هاد الشوكولاته يعني، وفيها كذلك هاد الحليوات. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها. الا جربتوها ما تنساوش تخليوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات، وما تنساوش تخليوا لي لايك لعجبتكم الوصفه. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وخليتكم في امان الله وحفظه.